السلام عليكم. نهاركم زي الفل يا حبايب قلبي. هعمل معاكم الليمون المعصفر دولت 4 كيلو ليمون. سلقتهم نص سليقه زي ما انتم شايفين كده. بصوا تمام. وده هنا عصفر على حبه البركه على ملح على جزر مبشوش. تمام. بصوا حبايبي هنقلبه طبعا كده مع بعضه كده. كده تمام. ده لو انتوا يعني ايه في خلال 10 ايام هتاكلوه وهيبقى جميل جميل جدا. على تجربة على فكرة، انا طول عمري بعمله كده. تمام. انت نمسك الليمونة كده ونفتحها بايدينا اهو. هنمسك حبة العصفر، بسم الله الرحمن الرحيم، الملح بالعصفر. تمام. ونرمي في البطرمان. انا حطيت تحت فلفل ونرمي كده ايه في البطرمان. بصوا حبايبي المية اللي بتنزل منه دي ولا يهمكم، هنحطها في البطرمان في الاخر. بصوا عايزين تقطعوه بسكينة عادي، بس انا بستقرب كده وبعملها زي ما انتم شايفين. مش لسه بقى هقطع بسكينة وكده، لا. ده نص ليمون برضو هنعمله كده كده. بصوا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، احشي وارمي كده في البرطمان. تمام. مش هياخد في ايدك 10 دقايق. اخلص بقى اللي قدامي واجيلكم. حبايب قلبي انا عبيت الليمون كله اهو. تمام اهو زي ما وريتكم كده في الاول. انا حشيها الخلطه بتاعته. تمام اهو. بصوا حبايبي بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما وريتكم بفتح يعني الليمونه واحشيها زي ما انتم شايفين كده، واحطها وامسك غيرها افتحها احشيها واحطها كده. بعدين اقوم حاطه شويه فلفل، بعد كده احط شويه ليمون، احشي شويه ليمون واحطهم. بعد كده اقوم حاطه شويه فلفل. تمام. بعد كده طبعا الخلط عليها الملح وكل حاجه. بعد كده بقوم ايه ماسكه شويه ميه واقوم ندعه ملح حاطه فيه، واقوم ايه حاطه زي ما انتم شايفين كده اهو، زي ما انتم شايفين. وبعد كده بقوم حاطه زيت من على وش البطرمانات، ونقفله بقى قفله كويسه جدا. لو عجبكم اكتبولي. وده على تجربه والله، بقالي سنين بعمل كده. عايزين تخللوه وتركنوه رمضان، هيتاكل يعني في رمضان ان عشنا ان شاء الله. تسلقوه بس مش قوي زي كده، يعني انا مخليه يتسلق لغايه ما يتفتح بالايد كده. التاني بقى لو هتشيلوه رمضان اسلقوه يا دوب تقطعوه بالسكينه، هتحشوه وترموه برضو في البطرمانات زي ما انتم شايفين كده. هينفعكم برضو وهيلحق يتخلل لرمضان. اشوفكم على خير يا حبايب قلبي.